ما انتوا هتروحوا هناك هيطبلوا عليكم؟ ده انتوا هيبقوا ازايز بقى. يلا يا عم اخلع يا عم يلا يا كابتن عشان نمشي. كفايه يلا يا كابتن. يلا يا باشا يلا عشان الازازه جت في الراجل تحت. يلا يا فندم بعد اذنك بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. هو عنوان الفيديو ده ليه؟ هو اسمه ليه؟ عشان ايه؟ اسمه ليه وعشان ايه؟ منظر غريب جدا وصعب جدا بعد نهاية مباراة الاهلي والوداد من جماهير النادي الاهلي. وبرضه بسأل تاني وبرجع واقول ليه؟ يعني ايه المبرر؟ ايه المبرر؟ قبل الماتش مفيش اجمل من كده، مفيش اجمل من كده روح رياضيه اتعملت، ومفيش اجمل من كده كلام ايجابي عشان نكون قادرين نتعامل مع الناس زي ما هما بيعاملونا، ونحاول ان احنا نكون هاديين. وبرضه ما زالت فئه مصممه تطلع المنظر مش حلو. ومعرفش مين دول، معرفش مين دول. بغض النظر واحد يجي يقول لي عشان احنا عندنا ماتش عوده ازاي نعمل مش قصه ماتش عوده، قصه ان دول اشقائنا، ومفيش اي حاجه تستدعي ان انت تعمل اللي انت عملته ده. انا هفرج حضراتكم وهوجه رساله، انا لسه ما قلتش حاجه. يعني المنظر ده احزنني جدا. لاعب فريق الوداد المغربي بيسقف للجمهور، يعني هو بيتحدف وبيسقف لهم اللي هو شكرا. يعني صدمته اللي هو مش فاهم فيه ايه، بيسقف لهم. هو ماشي والازاز عماله بتتحدف وبيسقف شكرا. مين بقى التاني ده؟ ده مصطفى شوبير حارس الاهلي. واقف بيعمل ايه؟ واقف في النص هو نفسه مستغرب. اعمل زوم. واقف نفسه هو نفسه مستغرب في ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ واقف بيحاول يصد على لعيبه الوداد اللي طالعه، وبيحاول يمسك الازاز بايده اهو. اتفرج على المنظر عشان يمنع الازايز انها تيجي على لعيبه الوداد وهي معديه من الممر داخله غرفه خلع الملابس ويطلعوا بره الملعب. مصطفى شوبير واقف بيشقط الازايز، بيشقط الازايز واقف. يعني بص ادي المنظر اهو، عايز يمنع لعيبه الاهلي، عايز تمنع مصطفى شوبير عن اللعيبه. ولعيبه الوداد في حاله ذهول، في حاله ذهول، في حاله ذهول من المنظر. لا ما انا مش هطبطب في الغلط، خد بالك. لا ابدا، لا ابدا مش هطبطب في الغلط ولا اجي اقول لك برافو ولا ليهم حق ولا الكلام ده. ما عندكش مبرر خالص. ودي لعيبتك على فكره للعبه الماتش. ايه بقى المبرر؟ يعني دي لعيبتك نفسها يعني في حاله اسبهلال اصلا. مصطفى شوبير عمال بيجري ورا الازايز. لسه هكمل لك بقيه الراجل. بص عمال مصطفى شوبير يبص شمال ويبص يمين. يا جماعه في ايه؟ يروح للمقصوره الناحيه الثانيه ويروح هنا ويروح هنا عشان يمنعهم او يهديهم ان الحاجه دي ما تجيش على لعيبه الوداد، ودول مصممين. بص بقى المنظر الثاني اهو، رافع ايده مصطفى شوبير لجماهير النادي الاهلي. بص ايده اهي، رافع ايده لجماهير النادي الاهلي. يا جماعه وقفوا، يا جماعه في ايه؟ يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ طب ليه؟ طب ايه الدافع؟ طب ايه المبرر؟ مفيش. لحد ما الراجل خلاص اخر ما زهق راح لهم. بص ادي الطاقم الفني بتاع فريق الوداد. مصطفى شوبير متصدر هو اللقطه ورافع ايده للجماهير، وقفوا الكلام ده، والناس ورا خايفه ومقلقه. ليه؟ ليه؟ عملوا ايه؟ عملوا ايه اصلا؟ واحنا اللي بنحاول نوجد بنفسنا اي حوار نزعل الناس مننا؟ ليه بقى؟ ايه المبرر؟ اتفضل يا باشا. لعيبه الوداد بص شوبير ادي الازازه حتى كمان متصوره، والازازه بتنزل لسه، يعني وهي في الطريق، والازازه بتنزل في الطريق. بص ادي منظر، ادي الازازه اهي. وادي مصطفى شوبير خلاص في حاله ذهول، ولاعيبه الوداد متضايقه ومقلقه وبتحاول تحمي نفسها. طب تتفرج على قفشه. بص قفشه بيعمل ايه. وده كمان عمرو السوليه اهو. كل لعيبه النادي الاهلي مش فاهمه حاجه، لعيبه الاهلي بالكامل مش فاهمه حاجه. ادي عمرو السوليه رافع ايده للجمهور برضه، هو كمان في حاله ذهول. يا جماعه وقفوا الكلام ده، يا جماعه بتعملوا كده ليه؟ ادي حتى عمرو السوليه. وادي ورا بص لعيبه الوداد. ادي كمان قفشه جه في الصوره، قفشه ورا اهو، والسوليه رافع ايده، ولعيبه الوداد واقفه في مكانها في حاله ذهول. ايه اللي بيحصل؟ طب ليه كل ده؟ محدش فاهم. بص بقى قفشه هو كمان جه كمان عشان يكون في الصوره هو كمان ويهدي الدنيا. ادي قفشه كمان ورا، وعمرو السوليه، وقبلهم مصطفى شوبير لحد ما فقد الامل مصطفى شوبير ومشي. عمال يهدف الناس، مفيش من الفئه الغريبه دي. بصوا يا جماعه
يعني قفشه حاطط ايده على قلبه كده اللي هم عشان خاطري. يعني ابص قفشه ورا وعمرو السوليه الاثنين واقفين كده، يعني يا جماعه في ايه يا جماعه؟ طب عشان خاطرنا، طب بلاش، طب ملهاش لازمه، مفيش. مستحيل الدعوه تبقى جمهور من النادي الاهلي كده عنده، لان في جمهور كتير من النادي الاهلي قال لي احنا الكلام ده رافضينه ليه؟ دول يكونوا بيبصوا لمصلحه ناديهم بالمنظر ده، بتدخل نفسك في مشاكل مع ناس وتزعل ناس منك. طب ليه؟ ادي المنظر. بص بقى، بص الطاقم الاداري والفني والطبي بتاع الاهلي كلهم رافعين ايديهم للجماهير ومش عارفين يعملوا ايه وعايزين يعدوا الموقف ومستغربين من اللي بيحصل. يعني سابوا كل حاجه وواقفين في حاله ذهول. حاجه بشعه جدا وصعبه جدا. بص قفشه واخد فرحان لاعب فريق الوداد تحت دراعه كده وماشي بيه، ادي فرحان وادي قفشه بيحاول يعديه. بص ادي لعيبه الوداد بترفع ايديها حتى للجماهير، وقفشه بيرفع ايده بيهدد الدنيا، يا جماعه طب ده ماشي معايا، طب اهدوا، احنا فين؟ احنا هنا. لعيبه الوداد وادي محمد ونجم اللي يعني على طول معانا هنا بيحاول يبتسم للجماهير ويقول لهم يا جماعه يعني في ايه؟ الموضوع مش مستاهل اصلا، ما حصلش حاجه اساسا. ادي ونجم وادي قفشه في النص. لعيبه الاهلي بصراحه عملت اللي عليها جدا، بتحاول انها تهدي الدنيا. ادي قفشه رافع ايده للجماهير وادي اللعيبه، حتى ونجم اللي كان مبتسم بدا يجري. وادي قفشه اهو، وهو حتى رافع ايده، حتى قفشه نفسه ازازه برده جايه في الطريق اهي على ايده اليمين. هستكفى بكده عشان الواحد اتضايق. انتوا مين بقى ولا بتعملوا كده ليه؟ ما هو انا بقول لك مش هطبطب. الفئه ديت يا جماعه دي بتيجي المدرج تعمل ايه؟ انتوا بتيجوا عايزين كوره بجد؟ مستحيل انتوا تكونوا بتوع كوره، ومستحيل يبقى في تصرف زي ده. مفيش مبرر، ما تبررليش. يعني كلمه بقى ايه اصلا في خطا تحكيمي، اصلا في بتاع، ما تبررليش، ما تبررش الغلط بغلط، ما تبررش الغلط بغلط، خصوصا مع دول، مع اشقائنا دول، ناس محترمه ما شفناش منهم اي حاجه. دول استقبلوك في المغرب في كاس العالم بالورود، وقفوا صفين استقبلوك بالورود للعيبتك دي. عشان كده لعيبتك دي مقدره، لعيبتك مقدره، وهي اللي واقفه لهم، وهي اللي واقفه معاهم، وهي اللي بتحاول تهدي حضرتك اللي هو انت مين انا ما اعرفكش. جمهور الاهلي اكيد يرفض الكلام ده، لكن الفئه دي مين؟ الفئه ديت انا متاكد حتى الاهلي لو كان كسب 5 النهارده، حتى الاهلي لو كان كسب 5 كانوا عملوا اللي عملوه ده برضه، لان مستحيل يكون في مبرر. الدنيا كلها هاديه، وانا قلت لكم ان في برضه ناس هي عايزاها قلق، في ناس عايزاها قلق. الدنيا هاديه جدا ومحدش ينساق ورا اي حاجه زي اللي اتعملت مع الهلال السوداني خالص. كله منفض ومحدش بيساعد ان الحاجه دي توصل. لو حد قال كلمتين الحاجه دي خلاص بتقع، بتنتهي وما بينتشرش. فليه وليه بقى ان ما ينفعش برضه؟ لازم برضه نتشه، لازم نزعل منها الناس غلطانين. والفئه ديت من جمهور النادي الاهلي ده اذا كان الجمهور غلطانه وشجعوا كوره بقى، خلونا نشجع كوره، مش طبطب عليك في الغلط. الناس دي مش عملت لك حاجه، الناس دي مادة ايديها دايما ليك بالخير وبيلعبوا كوره. بتزعل منك الناس ليه؟ بتزعل منك الناس ليه؟ شفناش منهم اي حاجه خالص. ناس بتقابلك باحترام في بلدها وجمهورها بيتعامل معاك بشكل كويس. ليه تعمل فجوه؟ ليه تعمل فجوه؟ تصرف مرفوض وضايقني، مش هعرف اطبطب في الغلط، اقعد متضايق وزعلان. والفئه دي نفسي ما تخشش مدرجات، لا في اهلي ولا في زمالك. الفئه دي مرفوضه. يعني انا حتى بشتكي اوقات من جمهور نادي الزمالك في بعض التصرفات اللي بقى مع اشخاص يعني ضد ناديه. عادي بتكلم وما بتكسفش، مش هتكسف وانا بتكلم على خطا فردي زي ده مش مفهوم له ملامح ومش معروف له مبرر. اخواتنا المغاربه انتوا على راسنا، حقكم عليا، انا مش هعتذر بالنيابه عن دول، ولكن انا بقول لكم ان الفئه الاكبر محترماكم مقدراكم، بدليل انا طالع بمنتهى الثقه، لان انا عارف ان في مصريين وجمهور الاهلي المحترم الاكبر هيرفض اللي حصل ده وهو نفسه هيعتذر لكم. حقكم علينا وبنعتذر للاعيبه الفريق الوداد اللي لعيبه الاهلي قامت بالواجب معاها وكانت هي كفر وحمايه ليهم. دي كره قدم في الاول في الاخر، شرفتونا وحقكم علينا من كم العيال الصغيره ديت اللي عامله التصرف ده، وانتوا على راسنا والله. ولاعيبه الاهلي هي انتوا اكيد شفتوا رده فعلها، ما يا ريت ما نعممش عندنا احنا. اما اللي عملوا كده ما عنديش اصلا اي كلام. يعني نفسي لو حد فيكم معاه عنده صفحه ما يتابعنيش اصلا. الفئه دي انا ما بحبهاش. السلام عليكم.